من 25 سنة. جميل. من تولى إصدار هذا الديوان؟ تولاها سعد بن عمر الركبي. نعم. هل تحقق مبيعات جيدة تحقق مبيعات جيدة وطلع له شهرة طيبة وطلع له ونفذ من الأسواق. جميل. ما فكرت تعيد طباعته؟ ما عاد الديوان المقروء اليوم ما عاد له داعي. جميل. ما عاد له داعي. الصوتيات هي أفضل منه، لأنه ما هو قاعد يقرأ، داخل شريط ويتسمع فيه ويخلي المقروء قد يصير. بس إنه الديوان المقروء يعني أكثر توثيقا. يعني الشعراء الكبار كلهم لهم دواوين مقروءة، لكنه يقال أن الديوان الصوتي هو وجبة سريعة، فاست فود، عرفت؟ فيعني تستمع له وترميه، يعني يختفي يضيع. لكن الديوان أعتقد أنه يحتفظ به في المكتبات ويحتفظ به. فسعد بن جدلان بحاجة إلى توثيق هذه التجربة من خلال الديوان المقروء، وليس اللي قبل 25 سنة. أيضا الجمهور يطالب بديوان جديد مقروء. إن شاء الله بيصدر عن قريب. هناك ترتيبات. هناك ترتيبات. طيب أنت قبل شوي قلت لي إنه المقروء خلاص ما عاد. مقروء ما له، يعني ما له بالنسبة للسوق، ما له سوق اليوم، لكن قلت احتفاظ وثائقيا حلو يعني ممكن كتوثيق لتجربة سعد بن جدلان. اي نعم. حلو. طيب كان ريعه جيد؟ ما هو بطل. شلون نفذ من الأسواق مو بطال؟ ديوان نفذ من الأسواق، كيف شلون ما هو بطال؟ أكيد إنه كسر الدنيا. أكيد كسر الدنيا ولا مو بطال؟ أعطيني. لا يا أبيض يا أسود. لا نفذ. ريعه كان جيد. ريعه جيد الحمد لله. إيه. الديوان الصوتي كذلك، بس الديوان الصوتي ريعه مو جيد. أبو محمد حناخذ قصيدة ونكمل حديثنا في هذا السياق مهم، لأنه تناقشت معك العام الماضي حول هذه المواضيع فكان في كلام آخر. نبي نسمع قصيدة. هذه قصيدة نهديها نرسلها لولاد وقبعان. نعم يستاهل. أقول يجب الرجال يخلص مع أصحابه، ما يخلون الصداقة على الغم، ينصح بالخير ويهدي أعصابه ويحفظ أفكاره عن النفس والجم، صاحب الرجال مشتاق لعتابه، والخطايا مدرسة والعتاب أمي. الله. وعن خطايا نحونا تكرم أجنابه، ولا البيض الشمي، صاحب شخصيتي نالت إجابه ويستلب بالهرق الأجام من يمي، فتح اللي بالشرعية بوابة ما تسكرها المدح والذم، أرجع انطرفوا مثل ما يجي الباب قد ما الدنيا تفرق وتلتمي من رحابة خاطري تصف بالحاب، رحابة خاطري تصف بالحاب، اللي خلاني الأول ولا سمي أجنبي لنا وجف على باب ثم أي واحد من بني عمي. الله. خابر الخمة الخطب ودوابه دخل في عالم بكم والصمي، وخطايا من حيث والبشر والخير والشر كتابه، والكاتب يبدي الرجم ويومي، والخطايا من حيث متهجاب وتنزل الأخلاق الثورة الدمي، لا يقوم لها العالم مطلع محترم غير هلا مهتمي. العرب دائما ثلاث قدام هي عرب ناخذ فوق. الله صح لسانك. أبو محمد أنا مشكلتك في الإلقاء السريع، وربما المشاهد يريد أن يستمتع، لماذا لا تتأنى في إلقاء قصيدتك حتى لا تحرمنا وتحرم المشاهدين من تذوقها؟ كلما كان الإلقاء بتسلسل كلما كانت أكثر وصولا للقصيدة. صح. جميل. حنناقش أيضا هذا الموضوع بعد الفاصل. أحبائي فاصل قصير ونواصل حوارنا مع الشاعر الكبير سعد بن جدلان.